الله وبركاته. أنا خالد عبد الحكيم، أحد ضباط قطاع المنصورة الحزام الأمني. حبيت أوضح لكم القصة كامل وأشرح لكم إيش اللي جرى باختصار. الموضوع ما فيه نزل مازن حازم إلى بيت أم الفتاة. أنا لم أعلم على إيش، إنما أنا نزلت ومازن حازم نزل شخصيا مع الأفراد إلى بيت الفتاة، وأخذ زوج أم الفتاة وأخذ ابن خالته، وتم حبسهم في قطاع المنصورة الحزام الأمني. لفق لهم تهمة أي تهمة، ياما لفق الناس تهمة. بعدين اكتشفت إن مازن حازم يروح لعند البيت في سيارته الشخصية، يستدعي أم البنات ويستدعي البنات، يتم التحقيق فوق السيارة. أي جهة أمنية إذا كان لك تحقيق صح أو في شيء لغرض تأخذهم إلى مقر قطاعك، مقر قطاع المنصورة. هناك يتم تحقيق، هناك في شؤون قانونية، هناك مختصين في التحقيق. المهم أخذت البنت يحقق معها، كان يهدد البنت لغرض، لأخذها، أو اللي بباله إنه بيسويه زي ما سويه بالبنات البغيات. أخذها لفوق السيارة وتكلم معها في التهديد والابتزاز والقوة. عندما كانت الأم معها قال لها خلاص انزلي بحقق معها. الأم فتاة نفسها كيف تحقق معها وأني مش موجود، أحقق معها أمامي. قال لها لا مش حاجة، انزلي، هم ضعاف ومكالف، وهو فرض قوته ومنصبه ضد الضعف. عندما قال لها انزلي، نزلت عند الباب السيارة، وكان مازن يبتز البنت وقوة التهديد. فجأة طلب الجوالات في أحد بنت الكبير اللي من بناتهم. البنت الكبير طلب جوالها، قالت أعطيني أمر من النيابة بعطيك جوالي. لما شاف مازن هذا الرد زعل، قضب مازن، زعل وقلب وجهه، وإنما استغل الموضوع. مازن شاف الموضوع عند البيت مش ده، أخذ رقم البنت وتحرك، حاول يتواصل معه بألو. أنا علمت، عندما علمت وقفت من جنب مازن. مكالف، انت شليت هذا، يعني شليت الفتاة، يعني شليت زوج أم الفتاة وابن خالته لكي توصل الفتاة تبتزها، يعني نحن تستخدمنا في حاجاتك الشخصية. المهم عندما مازن أخذ قراءة المكالمة مع البنت وحاول إنه يستدرجها وأخذها، بس البنت بنت أصول وكرامة وشهامة. لم يستطع مازن حازم يوصل للموضوع أو الغرض الذي كان في باله. بعدين عندما درى أني أنا موقف ظل بوجهه وحاربته، حاول التهديدات من قبل مازن وجلال الربيعي. أعطونا أمر استدعاء من جلال الربيعي، أو الأصح جلال بن ناصر زين الربيعي، اللي كنت أشوفه بعيني، قائد مغوار بطل، أخذنا بأرواحنا من شانه، وبالأخير يجي يحمي من أمثال مازن حازم، ونحن نضحي من أجل الوطن، وبالأخير يجي يحمي من أمثال مازن حازم ويرسل لي استدعاءات ويرسل لي أطقم ويتم تهديداتنا، وتم تهديد الفتاة وتهديد أم الفتاة.
فلهذا السبب خرجنا من عدن وحصلت تهديدات إلى إخواني من قبل مازن حاسب وجلال الربيعي، لإخواني وأهلي وناسي، لكن أنا كلمة الحق أقولها بوجه أكبر كبير. أنا شخصيا تقابلت مع وليد المنصوري اللي هو أبو الفتاة، تقابلت معه شخصيا عندما مازن حاسب داهم واخذ زوج ام الفتاة وابتز البنت. اخذنا وارسلنا التسجيلات الصوتيه لابو الفتاة، والتسجيلات الصوتيه كانت معي وارسلتها لابو الفتاة واسمعها صوت ابو الفتاة بعينه، وقال سوف نروح الصباح نقدم شكوى عند جلال الربيعي، وكنا متوعدين انا وابو الفتاة لتقديم شكوى ضد مازن حاسب لابو الفتاة اللي عند جلال الربيعي. فجأة اتفاجأ بفيديو ان ابو الفتاة يقول انا ورا الاتصال، بس انا على ما اظن ان ابو الفتاة وضح في الفيديو ان تحت التهديد. فيديو هذا ابو الفتاة ما كان منطقي، وركزوا على الفيديو وركزوا على وجه ابو الفتاة اللي هو وليد المنصوري، انه تحت التهديد والضرب، تحت التهديد والضرب. يعني كده مازن حاسب يستخدم الضرب والابتزاز والتهديدات. مازن حاسب ومن يخف خلفه هو جلال ناصر بن زين الربيعي، هو من يغف خلف مازن. ياما قضايا مازن يسويها، وانا اتوقف عن العمل عندما كنت غايب نقط بالغيث مربع قعوله، اتوقف عن العمل عدة مرات، توقف عن العمل بسبب من مازن حاسب، بسبب اني واقف ضده وضد الظلم اللي يسويه. انا بوقف اكبر كبير، وهذا عار لنا ان ما وقفنا مع شرف المواطن، هذا عار. اليوم على هذه البنت، بكره على بنت ثانيه، على بناتنا، على خواتنا، على اي حد تبغى توصل هذا الكلام. اذا رضينا بالظلم ورضينا بالابتزاز والبطش فرح نقبنا، ومن الساكت على الحق شيطان اخرس.